مصطلح الفايكنج بيطلق على محاربي وشعوب المناطق الاسكندنافية اللي هاجموا السواحل البريطانية والفرنسية وأجزاء تانية من أوروبا في أواخر القرن الثامن الميلادي، وبتتسمى بحقبة الفايكنج. والدول الاسكندنافية دي هي السويد والدنمارك والنرويج وأيسلندا. وبالرغم من سمعة الفايكنج اللي زي الزفت وطبيعتهم الوثنية الوحشية، تحول الفايكنج خلال قرن أو اتنين للمسيحية واستقروا في المناطق اللي هاجموها مسبقا. وفي نفس الوقت بنى الفايكنج مستوطنات جديدة في أمريكا الشمالية، ونتيجة لاندماجهم في أراضيهم الجديدة دي أصبح منهم المزارعين والتجار وكمان الحكام والمحاربين. واشتهر شعوب الفايكنج ببراعتهم في الملاحة والسفن الطويلة، وقدروا خلال 100 سنة بس من استعمار والسيطرة على سواحل أوروبا وأنهارها وجزرها كمان. كان بيقدس شعوب الفايكنج قبل المسيحية عدد كبير جدا من الآلهة الوثنية، زي أودين إله الحرب، وثور زعيم الآلهة النرويجية وهو إله الرعد والمطر، وكمان بلدر إله الضوء. كان اعتقاد الفايكنج وخصوصا المحاربين إن اللي بيموت بشكل طولي، يعني اللي بيموت بالطول، فهو هيكون مع الإله أودين في الحياة الأخرى. من الآخر ما كانش عندهم أي نوع من التوحيد في العبادة. كان اقتصاد كل شعوب الدول الاسكندنافية في الفترة دي قايم بشكل أساسي على الزراعة، وكان الفصل الزراعي كافي لتلبية احتياجات الفايكنج من الحبوب وعلف الماشية والمخزون اللي بيكفوهم طول السنة. ولأن بعضهم كان عايش على طول السواحل، فكانوا بيعتمدوا على صيد السمك وتجارة البحر بشكل كبير. بدأ الفايكنج بمهاجمة جيرانهم الجنوبيين سنة 800 ميلادية، وخدت الغزوات دي أشكال كتيرة وامتدت لعدة اتجاهات، وصلت لجزر البريطانية وأجزاء من الإمبراطورية الفرنسية والأندلس. واتغيرت استراتيجيتهم في الهجوم بالتدريج، فبدل من الهجوم والفر بدأ يبقى غزواتهم أكبر وأكثر طموحا. وفي وسط القرن التاسع الميلادي نمت جيوش الفايكنج في العدد بشكل كبير، واستعمر الفايكنج أراضي ظهروا فيها كلصوص لأول مرة، وبعدين جابوا عيلتهم من وطنهم الأصلي عشان يعيشوا في المناطق الجديدة دي، واتجوزوا الفايكنج من شعوب السكان المحليين. ففي مناطق زي شمال انجلترا ونورماندي بالساحل الشمالي لفرنسا ادى الاختلاط فيها بالسكان والثقافات الى ظهور مزيج جديد من المجموعات العرقية واللغات. وبسبب اهتمامهم بالتجارة شجع الفايكنج النمو الحضاري، وبنوا العديد من المدن زي يوريك في انجلترا ودبلن في ايرلندا، اللي كانوا بيعتبروا مركز تجاري مهم. هاجم الفايكنج انجلترا سنة 793 ميلاديا، واقتحموا الدير اللي كان فيه القديس كوسبير، وقتلوا الغزاة الرهبان واستولوا على المقتنيات الثمينة اللي كانت موجودة هناك. بتمثل الهجمة دي بداية عصر غزو الفايكنج اللي أصبح ممكن بفضل السفن العملاقة اللي استخدموها. وكان في أعمال عنف بس بشكل متقطع مش مستمر في أواخر القرن الثامن الميلادي على شواطئ انجلترا الشمالية والغربية. واستمرت غارات الفايكنج على المدن الساحلية لانجلترا، والغريب إن الهجوم كان في فصل الشتاء بدل من هجومهم في الصيف كالمعتاد، وده اللي سهل عليهم دخول انجلترا. وفي السنة اللي بعدها وصل جيش الفايكنج بقيادة الإخوة إيفار الكسيح وهالفدان لجزيرة يوريك الإسكندنافية، واللي استقر فيها البعض منهم زي المزارعين والحرفيين. وما قدرتش معظم الممالك الإنجليزية اللي كانت في حالة فوضى من مقاومة هجمات الفايكنج، وبعدها هاجموا كتير من المناطق الإنجليزية لغاية سنة 871. ولما اتقتل القائد بتاعهم في غارة من الغارات رجع كتير من الفايكنج، وأصبحت يوريك هي مركز لمملكة الفايكنج. بس ألفرد العظيم قدر إنه يبعدهم عن بلاده، صد هجماتهم على الحدود، وقدر يرجع منهم مدينة يوريك. وقفت غارات الفايكنج لما يقارب ال20 سنة، وتضاءل وجودهم لغاية سنة 1906 لما خسروا النرويجيين الغزاة معركتهم الأخيرة مع الإنجليز في معركة جسر ستامفورد. في مسلسل فايكنج كان بيوضح ان المسلمين انهزموا في الاندلس من الفايكنج، بس الحقيقه ان التاريخ بيقول غير كده تماما. من القرن الثامن الميلادي لغايه القرن ال11 كان شعب الفايكنج بيتمتع بشهره كبيره جدا بفضل حروبهم وغزواتهم اللي جابوا العالم وسيطروا على اراضي ومساحات واسعه جدا في العالم بشكل غير مسبوق، لدرجه ان حملاتهم امتدت من غرب اوروبا لغايه اسيا الوسطى. وكان المسلمين في الوقت ده وصلوا لقمه الحضاره في مختلف المجالات، وامتدت اراضي المسلمين من الشرق للغرب وغطت مساحات كبيره جدا في افريقيا واسيا حتى حدود اوروبا، الى ان وصلت للاندلس واللي حكمها المسلمين حوالي 8 قرون. فكان من الطبيعي ان يطمع الفايكنج في الحضاره البعيده دي ويستولى على ثرواتها اللي ما كانش فيه حد بيمتلك زيها في الزمن ده. وكانت الاندلس في الوقت ده تحت الحكم الاموي بقياده السلطان عبد الرحمن الاوسط. فبدات الفايكنج بالاغاره على الاندلس من ناحيه المحيط الاطلسي على مدينه لشبونه بالسفن العملاقه اللي كانوا بيمتلكوها في الفتره دي، ودمروا المدينه وخربوا المساجد، ده غير السرقه والنهب وهتك الاعراض، لغايه ما وصلوا لمدينه اشبيليه وفضلوا مستمرين في السرقه والنهب والقتل الايام، لغايه ما ارسل الامير عبد الرحمن الاوسط جيش المسلمين للاندلس لمحاربه الفايكنج وطردهم من البلاد. وفعلا انتصر المسلمين على الفايكنج، وبعدها قام بتحصين الاندلس من اي هجمات تانية منهم، لغايه ما ادرك الفايكنج انهم بيحاربوا قوه عظيمه، وطلبوا الهدنه والصلح مع عبد الرحمن الاوسط، وسلمت اراضي المسلمين من هجمات الفايكنج للابد.